السلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما عودتكم جبت لكم طبق جديد، طبق المشطو بالدجاج على طريقتي. هنا عندي المشطو بعد ما غسلتها وقطعتها، عندي سنينه تاع الثوم، عندي حبه بصل تكون كبيره سكرفتوها. هنايا عندي زوج حبيبات تاع طوماطيش كنت سكرفشتهم. عندي لي زيبيس، عندي ملح، راس الحانوت، فلفل الكحل، العكري تاني الا كان عندك. وهنايا عندي مغسول تاع الدجاج وسي نورمال. البطاطا كنت نقيتها وقطعتها هكا بالطول. هنايا نروحو في لاكوكوط تاعنا، نديرو الزيت كي يسخن، نديرو هذوك المراسم تاع الدجاج تاوعنا، نخلوهم يتقلاو، نخلوهم يتقلاو مليح في هذيك الزيت حتى ياخذوا هذيك شويه تاع التحميره. نديرو لهم هذيك حبه تاع البصل وهذوك سنينات تاع الثوم اللي سكرفجناهم، نخلوهم تاني يتقلاو مع الدجاج هكذا باش تجيكم المشطو بنينه. نحكموا المشطو تاعنا، نقلوها مع البصل والثوم والدجاج، نخلوها تتقلى شويه. نزيدوا لي زيبيس تاوعنا اللي هما قلنا لكم، قلت لك الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت، العكري الا كان عندك. عندنا هنايا زوج حبيبات تاع طوماطيش اللي سكرفجناهم، مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع لي بواط، نخلوهم يتقلاو مليح. ومن بعد نرمو هذيك البطاطا تاعنا اللي كنا قطعناها طويله ونمرقوا بالماء سخون ونخلوها طيب، تجي واحد الماشطو بنينه بنينه، ويعني وتجي عاقده ما تجيش ميها. هاي لك لهنا في طبق التقديم بعد ما طاب لي هذاك الدجاج والماشطو، جات واحد البنه ما نحكي لكمش. وان شاء الله تسيوها، وما تنسونيش بالجيم ابوني في لاباج وفعلوا الجرس باش يحقكم جديد، وفي الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.